فوجئت في فيديو تاني في اليوتيوب بالشاب المغربي اللي نازل يعمل تجربه استطلاع راي في مصر في وسط البلد. الفيديو الاولاني كان في شبرا والفيديو ده في وسط البلد. اتقابل مع زملكاويه كتير في الفيديو ده، وكان السؤال اللي دايما بيساله: تتمنى فوز الاهلي ولا تتمنى فوز الوداد؟ ده بالنسبه للزملكاويه. مفيش ولا واحد قال له اتمنى فوز الاهلي غير واحد فقط لا غير، والباقي كله كان ردود افعال غريبه. اللي يقول له انا عايز الوداد يكسب الاهلي 5، واللي يقول له الاهلي لو لعب تل ابيب هشجع تل ابيب. عرفتم قد ايه الاهلي تعبكم؟ عرفتم قد ايه انتوا جواكوا غل وحقد وكره للنادي الاهلي؟ عرفتوا قد ايه ان احنا كابسين على نفسكم لدرجه انك فضلت واحد صهيوني على ابن بلدك؟ عرفت قد ايه انت من جواك غل، وعرفت قد ايه جواك حقد مش هينتهي من ناحيه النادي الاهلي، وعرفتوا قد ايه مش بتاخدوا بطولات بسبب الحقد اللي انتوا فيه. دمتم اضحوكه لكل الناس. عايزكم بكره تلبسوا تيشيرت الوداد وتطلعوا تشجعوا نادي الوداد كالعاده. انتوا فريق بجماهير كلها بجد كرهتنا في حاجه اسمها كوره، اقسم بالله. والاهلاويه الرجاله اللي كانت في الفيديو عرفت ترد عليكم، وعرفت قد ايه تخليكم تتخرسوا قدام المغربي اللي جاي يعمل تجربه اجتماعيه ويتسلى ويهزر ويعمل ترند. ضحكتوا الناس كلها عليكم. ما تنساش تلبس بكره تيشيرت الوداد يا حبيبي وتروح تشجعه. انت شجعت فرق القاره كلها، فرق القارات كلها، في الدول الاسكندنافيه وفي الدول العربيه وفي كل حته شجعت الفرق اللي ضد الاهلي. دايما الاهلي عامل لكم شطه كده، شطه مجننك كده. بكره تتفرج على امامك يالا واحنا بنكسب 3-0. الاهلي بعبع افريقيا وانت ذليل افريقيا. الاهلي 10 نجوم مش عارف توصل للي الاهلي وصلوا. الاهلي لو خد البطوله دي ممكن يوصل لخامس كاس عالم، اللي انت بقالك 20 سنه مش عارف تخرج من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. دمتم اضحوكه للكوكب كله. خليك موت بغلك، افضل غلاوي كده واتفرج على امامك وهم بيلفوا العالم كله وانت بتشجع ضدهم وفريقك كسلان ميت زي المرحوم بتاعكم شيكابالا اللي جماهير الاهلي راحت دفنته ورجعت. من ساعتها هو ميت، محدش يسمع عنه حاجه، وقال لك انا مش هعتزل الا لما اجيب السته. كان فاكر نفسه هيفضل فيها مخلد. افضلوا كده بالغل بتاعكم واتفرج على امامك بكره هم بيكسبوا 3-0. واتوقع يعني ان شاء الله حسين الشحات وبيرسي تاو بكره هيكسر الدنيا، ولو برونو سافيو كان ليه نصيب من المشاركه هيكسر الدنيا ان شاء الله. برضه لو القندوسي ليه نصيب من المشاركه هيكسر الدنيا. مين المترجي ده؟ ما شفناهوش قبل كده ولا حد يعرف عنه حاجه. هو جون جابه في وسط الذعر والرعب للعيبه وللجماهير السنه اللي فاتت. ده انتوا ما صعبش عليكم جماهير نادي وجده وكسرتوا مدينه وجده اللي هي في قلب بلدكم. كل اللي نتمناه ان المره دي نلعب كوره بجد. هنا في عدل، هنا في ماتشين هيتلعبوا، واحد في بلدكم وواحد في بلدنا. هنستقبلكم بحسن الاستضافه وانتوا كمان تردوها، علشان احنا شعبين اخوات بس، والكوره اللي تحكم جوه الملعب. اما بالنسبه للزملكاويه اللي لفوا العالم كله عشان يشجعوا فرق ضد الاهلي، اقعد بكره كده اتفرج على عمامك هم بيتكتكوا وبيجيبوا 3 تجوان. وده وعد مني لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي يكسب بكره 3. اهلاوي انا والفخر ليا، وان شاء الله ال11 اهلاويه ونجنن ونغيظ الهبل والعبد الزملكاويه. السلام عليكم.